تعالي أحكي لك رواية مصاص الدماء اللي قلبت العالم كله على تفسير ليها. هي قصة تحس إنها مش حقيقية، لكن هي من الواقع بجد. رواية مصاص الدماء، قصة مرض نفسي. تأليف عمر تامر يوسف. مضمون القصة يتناول موضوع القصة عن شاب اسمه خالد بيعيش لوحده بعد وفاة أمه. بيبدأ يحس إن جسمه بيضعف ودمه بينشف. الهوس بيخليه يصدق إن الدم هو علاجه، ويدخل في دوامة رعب بين العلاج والجنون. الفصل الأول. بداية العطش. الساعة كانت 2 بعد نص الليل، والدنيا ساكتة تماما في شارع ضلمة في شبرا. في الدور الرابع، شقة رقم 14. خالد قاعد لوحده قدام المراية، عينه حمرة وباله مش هنا. بيهمس لنفسه: الناس فاكرين مجنون، بس أنا عارف جسمي محتاج إيه. خالد كان شاب عنده 29 سنة، اتخرج من كلية تجارة، وكان شغال في مكتبة صغيرة. بعد وفاة أمه كل حاجة جواه اتكسرت. بقى صامت طول الوقت، ووشه دايما شاحب كأنه مريض. الدكاترة قالوا عنده أنيميا شديدة، لكن العجيب إن العلاجات ما كانتش بتأثر فيه خالص. لحد ما في يوم، وهو بيحلق بيعور صباعه بالموس بالغلط، شاف نقطة دم بتنزل على الأرض. وقف يتأملها كأنها حاجة غالية. قرب منها ولمسها، وبعد ثواني حط صباعه على لسانه. الطعم مر، لكن جواه حاجة اتفتحت. حس بدفى غريب، راحة، كأنه جسمه بيرجع له النفس اللي كان ناقصه. ومن هنا بدأت الحكاية.